بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير. في الحقيقة يعني الواحد مستغرب جدا من السياسات المصرية اتجاه اللاجئين. خبر على يعني سكويز نيوز عربية بيقول إن مصر ترفض إقامة مخيمات للاجئين وتستعد أو تدرس استقبال اللاجئين في المدن. أنا مش عارف الناس دي بتفكر ازاي، يعني حاجة مستفزة بصراحة شديدة جدا. انا مش عارف اللاجئين انتوا بتطالبونا بالسكان، بتحديد النسل، ان احنا نبطل خلفه، نبطل نتنايل على عيننا ونخلف. ليه؟ عشان انتوا حجتكم الشماعة اللي بتعلقوا عليها فشلكم اقتصاديا، ان السكان واكلين كل الاقتصاد اللي في مصر. انا عايز افهم بقى والله العظيم، اللاجئين دول كلهم عبء على الاقتصاد المصري ولا لا؟ يطلع واحد يقول لك لا والله دول بياكلوا من جيوبهم، ودول ما الدوله المصريه ما بتساعدهمش. ازاي ما بتساعدهمش الدوله المصريه؟ ازاي هم بيستهلكوا كهرباء المدعومه من الدوله للشعب المصري، وبيستهلكوا الميه المدعومه، وبيروحوا المدارس الحكوميه، وبيروحوا المستشفيات العامه الحكوميه المدعومه برضه، اللي هي بتاخد اجور رمزيه من الشعب المصري زيه زي الشعب المصري بالظبط. ازاي الدوله دي ما بتدفعش للناس دول؟ وبعدين الحاجات، يعني الناس دي لما تيجي كتير، طبعا انتوا عارفين بقى السوق عرض وطلب، الحاجات غاليه جدا اصلا عندنا، غلاء فاحش لا يتناسب مع دخل المواطن المصري. المواطن المصري بيقول جاي، المواطن المصري عايز يطلع من هدومه، المواطن المصري خلاص بقى هنا، يعني اتخنق خنقه الندامه زي ما بيقولوا. المواطن المصري ما بقاش مستحمل يعني اعباء اكتر من الاعباء اللي عليه، وصابر عشان بلده، وانتوا تجيبوا له يعني الناس دي كلها وتحط. طيب الناس هتيجي هتخش اللي المواد الغذائيه كلها هينهالوا عليها، هيبقى فيه طلب اكتر من العرض، فتبتدي المأكولات والاسعار والسلع واللحوم والخضروات كل ده هيزيد على مين؟ هيزيد عليا انا، هيزيد على الشعب المصري، هيزيد على المواطن المصري المسكين اللي بيعاني بقاله فتره كبيره جدا من ساعه ما قلت اصلاح اقتصادي، وهو مش اصلاح اقتصادي، لا ده الناس ساءت حالتها. الاسعار يعني تضاعفت 4 و5 اضعاف وفي اكتر من كده، وما بقاش يعني دخل الفرد يكفي انه غلو الاسعار الغلو في كل شيء. طب ما تعملوا مخيمات زي الناس، هو انتوا احسن الناس في ايه؟ هي فقر وعنطزه؟ هو انتوا مش لاقيين ومتعنطزين؟ صحيح والله حاجه غريبه جدا، حاجه مستفزه على اخر. يعني تخلوا الانسان يطلع يتكلم، انتوا مش لاقيين، يعني اقتصادكم تعبان، مش مستحملين، انتوا مش قادرين توفروا يعني الرفاهيه للشعب المصري، مش قادرين ترفعوا المعاناه عن الشعب المصري، مش قادرين ترفعوا الغلاء عن الشعب المصري، وما عندكوش حلول لرفع الغلاء، والناس صابره وعماله بقى يعني بتمشيها كده وتمشيها كده وماشيه الدنيا يعني علشان خاطر نحافظ على بلدنا. لكن انتوا لا، قال ايه؟ ترفضوا اقامه مخيمات للاجئين؟ لا والله. طيب منين ده كله؟ والشعب المصري مش اولى بيه؟ يا اخي يعني زي ما بيقولوا الشعب ده اولى ان هو يعيش في بلده، ولا احنا بقى يعني احنا نروح نعيش لاجئين في حته ثانيه ويوفروا لنا بقى اللي انتوا هتوفروه للاجئين ده؟ يعني الناس تمشي من مصر وتخلوها سكان تانيين، بتاثروا في الديموغرافيا المصريه. ده انت كده ده خطر على الامن القومي المصري، خطر اقتصاديا وخطر اجتماعيا وخطر فكريا وايديولوجيا وكل حاجه. دي خلايا نايمه، احنا ما نعرفش الناس دي كلهم داخلين ازاي، والناس دي كلها في مخيمات على الاقل ماشي، هم في ظروف، والظروف دي مش احنا اللي خلقناها، الظروف دي مش احنا اللي خلقناها، واحنا مش بنرفض مساعده حد. لكن لو احنا مستطيعين، لو احنا عندنا استطاعه، لو احنا عندنا قدره، تفكروا ازاي؟ تفكروا ضد الناس؟ يعني نسيب البلد ونمشي؟ يعني حاجه غريبه جدا والله العظيم، بقت حاجه مستفزه. حكومه ما بتفكرش ابدا في رفع المعاناه عن الشعب المصري. ارفع الدعم، طيب هيستهلك كل حاجه مدعومه، هيستهلك كهرباء، هيستهلك ميه، هيستهلك بنيه تحتيه، هيستهلك مدارس، هيستهلك مستشفيات. وواحد واقع يطلع يقول لي في التعليقات، يقول لا والله دول بيصرفوا من جيوبهم، والله دول مش عارف الدوله المصريه ما بتساعدهمش. يكفي ان هم عايشين في بلد امن. احنا ما عملناش مخيمات لاجئين قبل كده، خلاص ماشي، لكن دي هوجه، ناس كتير جايه تاني. طيب البلد 100 مليون، لما يبقى فيها 20 30 مليون تاني يبقى في ايه؟ تلت سكان مصر لاجئين، وما نعرفش توجهاتهم، ما نعرفش هم ايه وجايين منين ورايحين فين وازاي وليه وعشان ايه، واحنا نتحمل ده كله ليه؟
احنا مش ما حدش بيقف جنبنا يعني سبحان الله العظيم يا اخوانا. بلاش اللي انتوا بتعملوه ده غلط، اللي انتوا بتعملوه ده خطر. ولا ايه الحكايه؟ الواحد بيشتم رائحه كده غريبه، مش عايز يتكلم. عيب مش عيب ده؟ انتوا شغلتكم ايه؟ وتجنيس وتوطين مش فاهم. احنا ما بقى احنا في مصر مش فاهمين. اصل هي مش ملك لحد البلد دي، هي مش تكيت حد يعني يتصرف فيها زي ما هو عايز. لا انتوا ما تعملوش بقى للجماهير وتعملوا نفسكم انكم انتوا يعني والله محبين للعالم بالكذب. ده كلام غلط. انتوا ما عندكمش المقومات او القدرات انكم تعملوا كده، ولا انتوا عندكم مخبين علينا؟ طب اللي انتوا بتعملوه ده كله، طيب ما هو اولى بيه الشعب المصري اللي بيعاني بقاله سنين، اللي بيعاني من ساعه ما عملتوا الاصلاح الزفت الاقتصادي ودينتونا لطوب الارض، دينتونا لطوب الارض ومش عارفين هتسددوا لنا ازاي. والبلد في خطر، البلد في خطر. تجيبوا لنا ما تعملوا مخيمات لاجئين. تستقبلون في المدن ايه؟ السكن النهارده يغلى. انا كنت باجر شقه هتغلى عليا ليه؟ في ناس عايزاها، انت مش عايزها حبيبي؟ خلاص. النهارده بقى المصري مش قادر ياجر شقه زيه زي السوري، زي اليمني، زي الليبي، زي اي حد. التاني بيدفع اكتر. النهارده المصري بيروح يشتري خضار وبتاع بيغلى عشان الطلب اكتر من العرض. الرز، كل حاجه غاليه. انتوا بتعملوا ايه؟ انتوا شغالين ضد البلد ولا مع البلد؟ والله العظيم أسوأ حكومة شافتها مصر، وأسوأ إدارة جت على تاريخ مصر كله. أقسم بالله أسوأ إدارة جت على تاريخ مصر. دي مش ممكن، ده مش معقول، ده ما ينفعش. العواقب لن تكون حسنة، العواقب ستكون سيئة جدا. الناس دي أيديولوجيات مختلفة وأفكار مختلفة وعرقيات وتوجهات مختلفة. انتوا عايزين تعملوا ايه؟ يعني تلعبوا في الديموغرافيا المصريه، تلعبوا في اللحمه المصريه، تلعبوا في وحده الشعب المصري. الشعب المصري يا اخوانا عقلوا يا اخوانا. ده مش كده، مش معقول اللي انتوا بتعملوه في البلد ده. والله انها اسوأ اداره جت مصر في تاريخها. ان ملف يعني لا نعرف له لا من اول ولا من اخر، لا نعرف له قبيل من دبير، ما نعرفش الملف ده رايح على فين واهدافه ايه وماشي ازاي. ملف جملة وتفصيلا ضد الأمة المصرية، ضد الشعب المصري، ضد الدولة المصرية. شعب بيعاني. يا عم فكر ترفع المعاناة عن الشعب ده، فكر ان الغلاء ده ينزل او ترفع مستوى معيشة الناس. يعني اما ان يكون دخل الناس متوافق مع الغلاء، يا اما انك تحاول ترخص الحاجات دي. مش لاقي حل، انت مش لاقي حل، انت مش قادر تحل كل البلاوي اللي في مصر. جيب لي لاجئين لا والله نستقبلهم في مدننا. هو يروح يأجر انا مش معايا أأجر شقة كويسة، هو يروح يأجر. يلا يا مصري مش معاك، يلا اللي معاكش ما يلزمكش. تخش المحلات، تخش عند بتاع الخضار، عند بتاع اللحمة، مش معاكش تشتري يلا. ولا هتقول لهم اللي يغلى ما تشتروش؟ بتقول لنا اللي يغلى ما يشتروش، خلاص مش هنشتري. نموت من الجوع ولا نسيب البلد ونطفش بره، وتبقى مصر بقى مش للمصريين. تفكر والله العظيم يعني حاجة تعصب وحاجة تنرفز. مش فاهمين ماشيه ازاي البلد دي. البلد دي بتاعت الناس كلها، بتاعت مصر. البلد دي بتاعت الشعب المصري، الناس اللي ضحت بارواحها وبحياتها عشان احفادهم يعيشوا. انتوا تيجوا النهارده تسلموها تسليم مفتاح كده؟ لا بصراحه، لا والله. الدوله دي يعني مش ملك لاي مصر، دي مش ملك لاي حد. احنا يعني نعيش في بلدنا ولا نمشي؟ ايه في ايه؟ وهتشم ريحه مش كويسه. يعني احنا عايزين بس يعني يعني نتصرف زي الدول اللي ما بتتصرف. ده المانيا رفضت استقبال الاوكرانيين، تركيا عامله مخيمات للاجئين على الحدود، واحتلت 30 كيلو في سوريا، ومحتليه شمال العراق، ومحتليه غرب ليبيا. ايه ده؟ احنا بنقول الناس مسكينه ماشي، لكن مش كلهم مساكين، مش كلهم طيبين، مش كلهم كويسين. في خطط وشغل مخابرات وناس هتخش، وده يهدد امن القومي المصري. يعني انتوا مش فاهمين ولا فاهمين ومش واخدين بالكم؟ متى تهتموا بالشعب المصري؟ متى ترفعوا المعاناه عنه؟ وعود في وعود في وعود في وعود، ومفيش حاجه هتغلى، مفيش حاجه هتغلى. لا 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 لا، ولا هنقرب ناحيه الخبز.
ولا هنعرض مش عارف ايه. كل حاجه بتغلى 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 بتغلى. طب في حل؟ لا مفيش حل. طب الحاجه اللي تغلى ما تعمل، هو ده الحل. الحاجه اللي تغلى ما تشتروهاش. طب كل حاجه غليت، ها، واللاجئين دول هم اللي هياكلوا، هم اللي هيشربوا، هم اللي يعيشوا، هم اللي يستمتعوا في البلد، واصحاب البلد مش لاقيين، واصحاب البلد اقول لك ايه، زهقوا. يعني مش معقوله يا اخوانا، يا اخوانا صدقوني العواقب ستكون وخيمه. والله انا اتكلم من الصالح، والله انا احذر، العواقب ستكون وخيمه. اتقوا الله في هذا البلد، اتقوا الله في هذا البلد. يعني مش ممكن هذه الاداره السيئه لهذا الملف بالتحديد، يعني اداره سيئه اقتصاديا وجابت لنا، هتقول لي اسباب عالميه، اسباب مش عارف ايه، ماشي، من الاسباب لكن مش كل الاسباب. اصلاح، ادينا طوب الارض، ادينا الكوكب الارض كله، اصلاح ايه بس؟ طب هل الاصلاح ده عام على الناس؟ يعني ما هو انت لما تقول لي في اصلاح يبقى في نتيجه انا شاعر بيه، فين النتيجه اللي انا شاعر بيه؟ ابدا. هتقول لي في مش عارف في، ماشي، طيب زي انت بالظبط. هقول لك على حاجه، لابس جلابيه حلوه ونظيفه كده، متكلفه وبتاع، وانت جيبك ما فيهوش فلوس، مفلس، وشكلك حلو بس مفلس، لابس حلو بس مفلس. طب ما انا البس حاجه على كده يعني وابقى جيبي مليان وعندي اقتصاد وباكل وبشرب ومش لابس احسن ثياب في العالم، لكن شكلي بس شكل، من بره بقى، من بره الله ومن جوه يعلم الله، ومن جوه مفيش. هذا ده كلام فارغ، ديون متراكمه على البلد. وانا النهارده عشان البس كويس اروح اقترض عشان افصل ثياب حلو ونضيف كده والناس تقول عليا انا والله باقي شكلي حلو، اقترض في الاخر جايب لي لاجئين ولاجئين بالملايين ايه ده؟ انتوا في ايه؟ انتوا ما حدش سامع؟ انتوا مش سامعين الناس بتقول جاي من الحاله الاقتصاديه في البلد، الناس بتقول جاي من المعيشه، الناس بتقول جاي من الغلاء. انتوا مش هنا، اوعوا تكونوا معولين على حاجه ثانيه. لا، ما تضغطوش، الضغط يولد الانفجار. خلوا بالكم من البلد، ما تخربوهاش. والله لو حصل اي شيء للبلد دي انتوا السبب، انتوا اللي تحملوا المسؤوليه كلها. حرام عليكم، مصر لا تستحق منكم هذا، مصر ما تستحقش منكم كده. مصر لو جرى لها حاجه المنطقه كلها، الامه كلها ستتاثر وتاثير شديد بما يحدث، لا قدر الله. ربنا يحفظ بلدنا. انا هقول ايه اكتر من كده؟ لا اله الا الله محمد رسول الله. ربنا يحفظ بلدنا، ربنا يحفظ مصر، ربنا يحفظ مصر. السلام عليكم.